طبعا لو انت حاسه ان انت بتذاكري وبتعملي مجهود وفي الاخر ما بتحسيش بالنتيجه اللي تستاهليها، فالفيديو ده ليكي. النهارده هنتكلم عن اخطاء في المذاكره بنعملها من غير ما ناخد بالنا، فلو بطلنا الاخطاء دي فعليا مستوانا هيفرق جدا. هاي يو انيو، ازيكم ملكات الحلوين؟ عاملين ايه؟ النهارده رجعت لكم بفيديو جديد، وفيديو النهارده هيكون عباره عن هنتكلم عن شويه اخطاء بنعملها في المذاكره. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك شير سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان اول ما انزل فيديو جديد يوصل لكم. واللي ما يعرفنيش، انا مريم من قناه بي يو وذ مريومه. فيلا نبدا. انا فاكر ان المشكله في قله الذكاء او قله الوقت، بس في الحقيقه لا، المشكله في ان احنا بنذاكر بطريقه غلط، والطريقه الغلط دي بتخلي المنهج يتراكم فيما بعد، فبتخلينا نحس بالاحباط والشعور بالذنب ونفقد الثقه في نفسنا وما تخليناش نكمل. اول واخطر غلطه انك بتذاكري علشان انت خايفه ومرعوبه من الامتحان لسه قدامه بدري، فانت ما تشغليش نفسك بالامتحان، لان المذاكره تحت رعب وخوف، فده بيخلي الفهم اقل والحفظ اضعف. فليه نخاف بقى؟ فانت اعملي اللي عليكي وذاكري من غير خوف ولا توتر، لان المذاكره ما هي الا تعلم. انتي بتتعلمي، انما انتي بتذاكري علشان انتي خايفه من الامتحان، فانتي المعلومات هي فتره مؤقته بس لحد وقت الامتحان وهتنتهي وهتنسيها. فالتزمي وذاكري واعملي جدول. بالمناسبه عملت لكم جدول امبارح ونزلته، فاللي متفرجش عليه يروح يتفرج عليه. فالتزمي بس من غير جلد ذات. الخطأ التاني وهو ان انتي تفتحي كتاب وانتي مش محدده اي هدف، حرفيا اللي هو انت بتفتحي الكتاب وتقولي خلاص انا هشوف اي حاجه واسمي ذاكرت، بس في الحقيقه انت بتفتحي الكتاب وبتقفليه وانت ما بتبقيش فاهمه اي حاجه. فعايزاكم تعملوا ان انتوا قبل ما تفتحوا اي كتاب تسالوا نفسكم 3 اسئله: انا عايزه افهم ايه، احل ايه، راجع ايه. لان المذاكره من غير هدف بتساوي مجهود ضايع، او فتح الكتاب من غير هدف عموما بتساوي مجهود ضايع. خطأ كلنا حرفيا بنقع فيه الا قله قليله، يعني ربنا يثبتهم عليه، لان المذاكره من غير تركيز، المذاكره لساعات طويله بس من غير تركيز، وده ليه بقى؟ ان حضرتك قاعده 5 أو 6 ساعات والموبايل جنبك. فنعم، يعني انت بتقولي طب خلاص في حد بعت لي مسج هشوفها حالا وبعد كده ايه هرجع اكمل. طب واحده بس بعتت لي ريلز محتاجه اشوفه بس بسرعه وخلاص والله هرجع، يعني هي نص ساعه بس، ونص ساعه تقلب على ساعه تقلب على ساعتين، وفي اخر اليوم تحسي انك ما عملتيش اي حاجه وبتحسي بالندم. فساعة بتركيز أحسن من يوم كامل تايه حرفيا. يعني الخطأ الرابع اللي كلنا أو أغلبنا بنعمله إن إحنا نحفظ من غير نفهم. وده ليه بقى؟ لأن يلا هنحفظ بسرعة عشان أنا عايزة أخلص، أنا مش قادرة أقعد. فحبيبتي أنت داخلة مكان أنت محددة هدف، خصوصا لو أنت في ثانوي أو في إعدادي. عامة احنا كلنا بنتعلم علشان قدامنا هدف محتاجين نحققه، فهو ايه اللي يلا خلاص بسرعة؟ انا عارفة كلنا ان المذاكرة بتبقى تقيلة علينا، بس انت لو حاولتي ان انت تستلطفي الموضوع وتحبيه هتبقى سهلة والله. فان الحفظ بيخليكي ان انت تنسي بسرعة، انما الفهم بيخليكي ما تنسيش بسرعة، بيخلي الحفظ يثبت اكتر. فافهمي، لان الفهم والله هيخلي الحفظ اسهل واسرع، وهتحبي المادة لو انت فاهمة. انما لو انت حافظة مش هتفهمي، وخصوصا احنا في ثانوي او 3/4 اللي بيتفرجوا غالبا في ثانوي، فالفهم شيء اساسي عندنا، عامل مهم جدا. لان حضراتكم شايفين الامتحانات ما بتجيش من اللي احنا حافظينها، بتيجي من استنتاجات وفهم بيتبني عليه طول الترم. اتمنى ان انتوا تكونوا فاهميني. خامس خطأ وهو تأجيل المذاكرة. طبعا ليه بقى؟ علشان حضرتك تكوني مقررة ان انت هتذاكري، فمثلا تيجي تشوفي الساعة تلاقيها 6:44 تقولي لا خلاص انا هبدأ الساعة 6. او النهارده مثلا يوم الاربع فتقولي لا خلاص انا هبدا من اول الاسبوع عشان نبدا اسبوع جد، او من اول الشهر. فده حبيبتي غلط. اللي عايز يبدا هيبدا من دلوقتي. فابدأي من دلوقتي، لان التأجيل بيخلي التراكمات تزيد، فتيجي مرة واحدة كده تلاقي 3/4 المنهج اتراكم وانتي مش عارفة تلمي منه حاجة. مع ان قبل كده كان معاكي وقت فاضي، كان معاكي وقت ان انت تذاكري، بس انت عشان حضرتك كنت بتقولي ايه لا بكره بعده اول الشهر الساعه 6 تيجي بالظبط، بس هي بالظبط بس وانا هقوم، وفي الاخر ما بتقوميش. فمفيش وقت مثالي، ابداي دلوقتي حتى لو بنص ساعه. سادس خطأ معانا وهو مقارنة نفسك بغيرك. يعني فلانة بتجيب درجات أعلى، فلانة بتخلص أسرع، فلانة بتذاكر بسهولة، بس في الحقيقة انت مش فلانة، انت غيرها. انت ليكي حكاية وليكي قصة فيلم انت بطلته، وهي ليها قصة فيلم وبطلتها. انت ما عشتيش المشاكل اللي هي عاشتها ولا حياتها ولا هي كذلك. فالمقارنة اكتر حاجة
بتكسر الحافز وبتخليكي محبطة وتحسي ان انتي ما بتعمليش اي حاجة في حياتك. فرجاء بجد بجد يعني الغوا موضوع المقارنة بغيركم، لان كل واحد له حياة خاصة بيه. انتي ما عشتيش حياتها ولا هي عاشت حياتك، ولا عمركم هتعيشوا حياة بعض. فابعدوا عن موضوع المقارنة ده بالله عليكم، لانه والله العظيم هيتعبكم نفسيا بجد. انتي لو عايزة تقارني، قارني نفسك بامبارح، قارني نفسك بالسنة اللي فاتت، قارني نفسك بنفسك قبل كده. شوفي انا حققت ايه ما حققتوش السنة اللي فاتت، فبجد هتحسي بانجاز وتحسي ان انتي عايزة تعملي حاجات كتير قوي. انما انتي لو قارنتي نفسك بغيرك، اولا هيؤدي لحقد من ناحية فلانة اللي انتي بتقولي عليها دي، وثانيا هتكرهيها. فليه بقى نتفادى كل ده ونقارن نفسنا بنفسنا امبارح احسن. عايزة اقولك بقى كم كلمة صغيرة كده، انتي مش متأخرة ولا انتي اقل من حد. كل صفحة بتذاكريها وكل محاولة بتقربك من حلمك، حتى لو مش حاسة بده دلوقتي فده هيظهر بعدين. فلو لقيتي نفسك بتعملي اي حاجة من اللي انا قلتها من الاخطاء دي، فما تزعليش، الوعي اهم حاجة للتغيير. فلو عايزين فيديو ازاي نذاكر صح وكده، ونتعلم ازاي نذاكر صح، فننزلوا اكتبوا في الكومنتس عايزين الطريقة. وبس كده، متنسوش تعملوا لايك شير سبسكرايب علشان اجيلكوا كل يوم بخطة جديدة للترم التاني ونحقق اهدافنا ان شاء الله. ان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي وانتوا اقوى واقرب لهدفكم. وبس كده، بايو.